أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أولا نشكر الأخ خالد مراسل قناة الأوراس اللي أبى إلى أن يشاركنا في هذه المأساة تاع التلميذ بصفتي أستاذ في المتوسطة مولاي الحبيب بالناظورة، وبصفتي عضو مكتب ولائي للمنظمة الوطنية للمجتمع المدني. هذه مأساة يعيشها تلميذ حسام الدين حرشي اللي كان متمدرس في مدرسة بودرقي الخير مدة 2 سنين بوثائق رسمية، وين دمجوه لأنه هو من الرحل، الأب تاعو كان من الرحل، وبعدما انقطع عن الدراسة عاودت مديرية التربية دمجته في هذه المدرسة في موسم الدراسي 2024-2025. والوثائق موجودة، هاي الوثائق موجودة، وثائق ماضيها مدير التربية السابق. بعد ما انتهى الموسم الدراسي وكان تلميذ ناجح حيث تحصل على معدل 8.10. بعد ما انتقلت القائمة تاع الناجحين إلى متوسطة اللي نعمل بها أنا، الاسم تاعو غير موجود. كي استفسرنا قال هذا التلميذ كيف اسمه ما كانش، قال باللي هذا الرقم أنا ماهيش مسجلاته. فاتصلنا بالجهات الوصية، مصلحة الامتحانات والدراسات بمديرية التربية، قالوا لنا القضية تاعو راه في وزارة التربية. الأب تاعو كذلك راح لمدير التربية ووعدوه باه يدمجوه قبل الفترة الأولى. للأسف الشديد فاتت الفترة الأولى ورانا داخلين في الفترة الثانية، والتلميذ هذا راح يضيع إذا ما درنالوش. يعني مش يزاول دراسة، ماهوش يزاول دراسة، راه مسكين. أنا خطرات نشوفه برا يعني يتأثر كي يشوف أصحابه يروحوا يدرسوا وهو كان معاهم وهو مسكين مطرود بطريقة تعسفية، يعني نتيجة الرقمنة ما سجلوش. هو يعني باش نوضحوا المشاهد الكريم، يعني هو نجح في الدراسة تاعو، داب معدل 8/10. ينتقل يعني 8/10 من الممتازين. يعني هو تنقل من المتوسطة، يعني انتقل من السنة الخامسة للسنة السادسة، وأجرى الامتحان تاعو تاع تقويم المكتسبات، نجح في الامتحان تاعو بمعدل 8 ولكن في المتوسطة عندنا الاسم تاعو ما كانش. المدير المتوسطة ما يقدرش يسجله خاطر ما عندوش الاسم تاعو. قال له روح للاب تاعو، قال له روح خاطر هو جانا المتوسطة الاب تاعو وانا كنت حاضر. قالوا المدير لازم تتصل بمدير التربية. راح لمدير التربية مصلحة الامتحانات والدراسات، قالوا قضية ولدك ان شاء الله باذن الله قبل ما تنتهي العطلة يكون داخل. فرحتوا يعني بالنجاح تاعو؟ فرحنا وزهينا ودرنا المعروف وكلش، وقلنا الحمد لله كي نجح في طلع للسيام. ولا يمكن كي رحنا للسيام قال لك اسمه ما كانش في الرقمنه. المدير ما تحملش المسؤوليه تاعو، قال لك ما نقدرش بدون رقمنه ما نقريش. اما اللي تصوره قاعد تحت الحيط لا قرايه لا والو. يعني الجهه الوصيه رحت وين رحت يعني؟ توجهت اللي سمعت يعني باللي دخلوا الصحاب رحت درت شكوى، قدوه يطلع، الاثنين يطلع، الاربعاء يطلع، الخميس يطلع، ما كانش لحد الان. من الدخول المدرسي لحد الان ما كان. انت اليوم ما راك تناشد السيد مدير التربيه باش يدخل؟ نقولوا ماذا بيك حير الطفل هذا راه قاعد تحت الحيط، طلعوه في الرقمنه باه يرجع للدراسه تاعو. السلام عليكم. أنا كنت نقرا في الابتدائي سنة 4 ابتدائي. جات الورقة من الأكاديمي للمدير هنا باللي طلعوني الخامسة. كي طلعت الخامسة الشيخ طلعت للسيام، ما رحت الأكاديمي ما لقاوش اسمي، ما طلعت في الرقم هنا. أنا كي نشوف صحابي روحوا يقراو قدامي والله أنا كنت نبكي يا شيخ، نبكي يا شيخ. كي نشوف صحابي يخرجوا منا ويروحوا أما يجوا يلبوا آية اللي هنا، والله نتزق منهم كي يجوا يلبوا آية هنا، والله نتزق منهم. يعني معليش يشتك بها غير شكل طالب أنا نطالب بالرقم. أنا شيخ نحوس ناقض يا شيخ، هذا ما كان في حياتي القراية بك، هذا ما كانش. أنا نقول للمدير رجعني ناقض بك يا شيخ، رجعني ناقض. يعني تخرج في المستقبل؟ نخرج أسكت إن شاء الله. شوية حاول لازم تأثر تأثر
هذا اقول لك. الله احنا ان شاء الله نوعدوك انه يعني المدير يدخل، وان شاء الله يعني يدخل الطفل يقرا ويجوا فرحوا ان شاء الله. نطلب من السلطات ماذا بهم يطلعوا بالرقم هنا باه يقرا الطفل والسلام عليكم. هذه اللي نطلبها الشيخ. الكلمة الأخيرة راك شفت الطفل قال كلمة تقريبا بكى بوي وبكى أنا كاع. علاه؟ لأن قال لك كي نشوف صحابي نتزع، كي نشوف صحابي راح ليكول وأنا قاعد تحت الحيط نتزع. لهذا ونناشد السيد مدير التربية باش يفتح هذه القضية في أقرب وقت، ويرد التلميذ يقرأ ويقرأ عندنا في المتوسطة، وربما هذا يكون رجل للدولة. خاطر قال لك أمنيتي عسكري، شوف يعني قال لك أمنيتي نكون في الجيش، ما ندافع على هذا الوطن اللي حروه الرجال وحروه الشهداء، والله يرحم الشهداء. وهذا التلميذ اللي يدي 8 من 10 من الممتازين، ما نضيعوش تلميذ ممتاز اللي يرجع يقرأ. لهذا نناشد مدير التربية باش يحل هذه القضية في أقرب وقت.